الأحجار اللي موجودة في صحراء مصر وفي أرض مصر من اسكندرية حتى أسوان، تحت رجليه، تحت الرمل، تحت التراب، في الردم، على الشواطئ البحار، بحر اسكندرية والبحر الأحمر، مطروح وسيناء. أحجار كتيرة موجودة، الكل غافل عنها، محدش يعرف عنها حاجة، لأن المعرفة كنز، والكنز تحت رجلينا. هل لو في حجر من الأحجار دي تحت رجلينا هنعرف قيمته، نعرف نوعيته؟ مع المتابعة ومع الاستمرارية هنعرف كل الأنواع بإذن الله اللي موجودة في أرض مصر. ودي مجموعة من الأحجار اللي موجودة المنتقى من صحراء مصر، وخصوصا صحراء المنوفية. معرفة الأنواع، ده نوع من أنواع العقيق، الخطوط والأشكال اللي عليه بتتميز. دي عقيق صحراوي، شفافيته جيدة. اليشب نوع من الأحجار الجميلة لكن معتمة، لكن اللون الزاهي للأخضر بيميز الحجر عن جميع الأحجار اللي زيه، مثل الجاد أو الجدايد. نوع من أنواع العقيق الكلسيدوني، تحت رجليك هتلاقيه. لكن لو انت ما تعرفش الأنواع، ما تعرفش الأحجار، هيضيع من تحت ايديك. نوع من أنواع العقيق الصواب، شفافيته قليلة جدا لكن حجر جميل. العقيق الكرنيلي، العقيق المصور، العقيق الداودي، جميع المسميات تؤدي إلى نفس النوعية. العقيق الحجر ده من أجمل الأحجار اللي ممكن تلاقيه، شفافيته عالية. لو لقيته تحت رجليك مش هتعرفه، تيجي نحطه تحت الكشاف. كريستالي، زجاجي، لمعة، شمعي، دي كلها مواصفات الحجر الجميل والقيم. يقال عليه زجاج صحراوي، ويقال عليه كوارتز. طبعا الكوارتز موجود بكميات كبيرة، لكن الأنواع الجيدة اللي هي أكثر شفافية، شفافيتها جميلة وعالية، وزجاجي وشمعي. الأحجار المصورة دي أنا مش حطه تحت الكشاف، دي احنا نتأمل في المناظر الخلابة. سبحان من أبدع وسبحان من صور.